الصحراوي، وخاصة هذا الاستثمار اللي حيكون على بعض الشعب الاستراتيجية. إذا نتمنى اللي تسرعوا في إنجاز هذا المقر وتكون وتيرة الإنجاز وتيرة معتبرة إن شاء الله. هذا يوم مبارك، وكل السلطات تسنى في هذا المشروع هذا باش تكون ما يخفاش عليكم اللي خاصة فيما يخص الاستثمار في الشعب الاستراتيجية اللي راهي هي عندها وزن ثقيل فيما يخص الميزانية نتاعها. إذا هذه فرصة باش يكون هذا الديوان يكون عنده دور. أولا أول دور هو مرافقة المستثمرين، تسهيل أعمال المستثمرين. هو حيكون على شبه ولا راهو شباك موحد باش تنحو كل العراقيل البيروقراطية فيما يخص مجال الاستثمار والمستثمرين. والحمد لله اليوم المرسوم راهو صدر ودفتر الشروط نتاعو صدر. احنا رايحين نعملوا كل مجهود باش في نفس الوقت ديروا انجاز هذا المقر باش نكونوا يعني بصفه مباشره مع واش جا به المرسوم. وفي نفس الوقت راح لازم ننطلق في عمليه الاستثمار، حتى ولو راح تكون على مستوى مؤقت. يكون مقر آخر اللي راح ينشط بصفة مؤقتة حتى هنا في المنيا، يعني تخدموا باتصال باش الاستثمار ما يقعدش مرهون والمستثمرين ما يقعدوش مرهون بإنجاز مقر. هذا راح ينجز إن شاء الله، ونطلب منكم باش تسرعوا في الإنجاز نتاعو، وفي نفس الوقت تخدموا باش يكون هذا الاستثمار يكون استثمار فعلي مش استثمار كلام. انا نظن اليوم بعد ما خدا القرار السيد رئيس الجمهورية صدرنا هذا المرسوم وصدرنا دفاتر الشروط، وفي الايام القليلة ان شاء الله ننتظر منكم باش يكون هذا انطلاقة الاستثمار انطلاقة فعلية في الميدان ان شاء الله. بارك الله فيكم، وهذا يوم مبارك ومبروك على الجزائر ومبروك علينا. ان شاء الله.